ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني
يرضى عليه. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني صدق الله جمال ما بعده جمال. عشنا مع هذا النظم القرآني المتميز ونحن في شهر الحج، فسعى قارئنا وطاف وسقانا من معي زمزم القرآن. أسأل الله العلي القدير أن يسقيه من أنهار الجنة ومن حوض الكوثر بيد نبينا المصطفى صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم. عشنا مع إحدى روائع اللوحة المدونة ومن سورة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سمعنا إلى ذلكم العلم القرآني المحبوب في كل مكان، عاشق وخادم القرآن، تراه يطوف جميع البلدان بفضل القرآن. سماحة الشيخ محمد حسن الخيال، صخرة الراء بموجودة مصر العربية والعالم الإسلامي، ابن سمعنا فاقوس شرقية. شكر خاص وتكبير وعرفان ورد جميل باسم عائلات ابراهيم ابو محمد وآل الشيخ جميعا. اشكركم باسم ابناء الكريم الراحل، اشكركم باسم عائلات ابو عبد اللطيف والعصري وابو شعبان، اشكركم باسم عائلات ابو مرسي وابو حسنين وحسن، اشكركم باسم عائلات العبين وعائلات ابو 12. شكر خاص وتكبير باسم الكريمين، الكريمة الحاج محمد عبد الحميد والكريمة الاستاذ رضا عبد الحميد. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمد الكريم الراحل بواسع الرحمات، وان يسكنه فسيح الجنات، وان يجعل قبره روضة من رياض جنات النعيم، وان يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اخي المعزز، انت في معية الله ما دمت في طاعة الله، واعلم فقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: من خرج معزيا اخا له في الاسلام كانت احدى خطاه ترفعه درجة والثانية تحط عنه خطيئة. في امان الله اخي المعزز. اخوة الايمان والاسلام، اشكر هذا الاسر الجميل لؤلؤة صدقات تتزين بالقرآن، تتنقل من مكان الى مكان، سنين طوال ترفع اسم قرية المسجد عاليا خشاقا بفضل القرآن. انه الاخ الحبيب الجميل في ذكرته والمؤدب في تعاملاته، صاحب الوجه البشوش، الحاج ابراهيم النجدي، ابن هذه البقعة الطيبة المباركة قرية النجدي، ومنشأة رضوان وكبرى المقاولات على مستوى محافظة شرقية ومركز ومدينة ابو كريم.
أشكر الهندسة الصوتية والموجات القرآنية الناطقة ألا بذكر الله تطمئن القلوب للكلمة المحاسب العربي أحمد علي بن ميمون إدارة المهندس أول حسام العربي. كما أتقدم بخالص الشكر لأولاد أبو يوسف العربي في تقديم واجب الرئاسة بكفر إرديس ومنفذ ومدينة أبو كبير. أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن والعلم سواء، فالعلم يفسر القرآن، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأهل العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجلس علم أفضل من عبادة 60 سنة، فمع كلمة وإن كانت كثيرة فهي في ميزان الحسنات تبلغ 60 عاما. فضيلة الداعية الثانية الشيخ أحمد شمال. سلم يا شيخ ابراهيم الناس بشتغل. مين بيسلم عليك؟ حاجه افتح، تعالى حاجه افتح حبيبي. الحمد لله رب العالمين،